السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعرض معاكم مشتريات الشهر او خزين رمضان. ان شاء الله في حاجات هخزنها رمضان وفي حاجات هستخدمها. مبدئيا كده عايزة اقول لكم ان الاسعار يعني غليت. بصراحة الواحد دمه اتحرق. يعني انا رحت اجيب عارفين ان انتوا في الفيتا اللي انا قلتلكوا عليه اللي هو بتاع الغسيل نفسه اللي هو الجل ده، كان ال3 كيلو ب45 جنيه. كنت عامله حسابي ان انا اجيب 2، رحت لقيته ب78 جنيه. يعني بصراحة انا مصدومة بجد. يعني ليه كده؟ انا مش عارفة. المشكلة ان اللي بيستفاد من الغلو ده افراد، يعني اصحاب المشاريع دي هم اللي بيستفادوا من الغلو ده، لكن الشعب ما بيستفادش من الكلام ده خالص. الحقيقة انا مش عارفة غلو الاسعار ده هيفضل لحد امتى. كل مادة كل شهر كل ما الحاجة عمالة تغلى تغلى تغلى. انا بصراحة مش عارفة. ربنا يرحمنا. طيب اول حاجة انا عايزة اقول لكم الحاجات اللي انا جبتها. تعالوا نبدأ بالمنظفات الاول. بصوا بسم الله. جبت الصابونة دي اللي هي بالعنب. الصابونة ديت بكام يا رب؟ ب6.5. فحلوة جدا، عجبتني. دي للشاور، يعني دي بدل الشاور. طبعا احسن واوفر كتير وهتعيش معاكي مدة طويلة، بس مش تسيبيها في حتة يكون فيها مية علشان ما تبصش على طول. يعني بديل الشاور ده رأيي بصراحة. تمام. الشاورات دلوقتي بقت غالية جدا واسعارها مبالغ فيها جدا. كمان الجونسون دي للاطفال. دي ب10.5. ريحتها حلوة جدا وكويسة للاطفال، برضو زي ما قلت بديل للشاور بتاع الاطفال. جبت التايد دوت زي ما انتوا شايفين ده كيلو. انا هعمله على الخلطة اللي انا عملتها معاكم قبل كده كذا مرة. دوت كيلو ب20 جنيه. انا بصراحة لما لقيت ان هو ب20 جنيه الكيلو ما صدقتش، فعجبني جدا. ده بريحة الياسمين زي ما انتوا شايفين كده. جبت كمان الفيمة. الفيلم ده انا مش بستغنى عنه الحقيقة، هو حلو جدا بالنسبة لي. فانا جبت الفيمة دوت ب12 جنيه. ده كيلو على بعضه اهو. اهم حاجة بس لما تيجي تجيبي حاجة بكمية، ده يعني ده ان شاء الله ممكن ان شاء الله ربنا يدينا العمر يا رب، ده ممكن يقعد سنة. فتتأكدي من التاريخ بتاع الانتهاء والانتاج. خلاص. طيب ايه تاني؟ جبت الرول المناديل اللي هو الفاين ده. بصوا بقى، انا كان نفسي اجيبه من زمان قوي بصراحة. كان نفسي اجيبه من ساعة ما كان ب25 جنيه. فلما رحت اجيبه قررت بقى، يعني يا ريتني ما قررت. لقيته ب37.5. بصوا فيه 480 شيتس. تمام، يعني 480 منديل. فطبعا موفر اكيد، لان انا شفت سانيتا اللي هو 6 رول. طبعا يعني برضو الرول يعني المنديل نفسه خفيف شوية، لقيتهم ب33.5. فقلت لا ده يبقى اوفر شوية، وفي طبعا يعني مناديل كتير. دي الحقيقة المنظفات اللي انا محتاجاها. كنت محتاجة حاجات تانية، يعني ما اقولكوش لا. كنت محتاجة داوني او اللي هو الفلفيتا. برضو رحت لقيت الداوني 3 كيلو ب83. الفلفيتا 3 كيلو وخفيف خالص لقيته اللهم صل على النبي ب1 60. تمام. والعرض اللي انا كنت قلتلكوا عليه الشهر اللي فات اللي هو فيه اللي هو المزيل البقع، لقيته غالي برضو. مش فاكره بكام بصراحه، بس انا كنت مصدومه بجد. يعني انا كان عندي تشوك هناك يعني. اشوف كل سعر مش مصدقه. خلاص. كنت محتاجه دوني ما جبتوش. ايه تاني يا رب؟ كان في كده شويه حاجات محتاجاها، بس اللي هي مش ضروريه قوي. اللي هي الدوني مش اساسي في الغسيل على فكره. عادي ممكن تستغني عنه زي ما قلت لكم قبل كده. تقدري تستغني عنه ازاي؟ ان انتي تغسلي الغسيل وتطلعيه من الغساله تنشريه على طول. ما تسيبوش في الغساله مده، مش تسيبيه مده قبل ما تنشريه عشان ما يكمكمش ويبقى ريحته مش كويسه. لكن لو شلتيه من الغسيل من الغسالة نشرتيه على طول هتبقى ريحته كويسة. خلاص. طيب نبتدي بقى في الحاجات بتاعت السوبر ماركت. تعالوا نبدأ اول حاجة بالكيك ده بتاع دريم. انا اول مرة اجيبه قلت اجربه كده واشوف ايه اخباره. ده كان ب16.5. ان شاء الله هعمله معاكم باذن الله. اهو هو تقريبا فيه كل حاجة. عارفين هو عامل زي ايه؟ في كده
دقيق مخبوزات، قصدي سوري، دقيق كيك بيتباع عند الناس اللي هم بتوع الحلواني، اللي هو الدقيق الجاهز اسمه كده. كنت على طول بجيبه ده. تقريبا ده زيه يعني. تمام. طيب جبت كمان بقى جبن. حبيت ان انا اجيب اللي هي الاربع ديت، علشان النص بيقعد عندي مثلا فترة. تمام. فقلت لا، ما هو بنفس السعر كده كده يعني. دي مثلا دي ب6 جنيه، اللي نص كيلو ب12. فقلت هي مش هتفرق. فقلت لا، انا اجيب الاربع دي تخلص على طول، بدل ما تقعد مده طويله وطعم الجبن بيغير زي ما انتم عارفين. فجبت بقى من كل نوع. انا دي جربتها قبل كده عجبتني. وطبعا رودس جبتها، واسطنبولي جرينلاند حلوه، والبوك دي خطيره جدا يعني، حلوه بجد. الحاجات دي على ضمانتي جربوها تعجبكم جدا، وخصوصا الرودس كريمي يعني، طعمها كريمي جدا. طبعا الاسطنبولي معروفه، والبوك برضو حلوه جدا وناعمه وجميله جدا. جرينلاند دي فيتا عادي يعني. تمام. كمان اول مره ان انا اتشجع واجيب حاجات من كده. انا كنت دايما بجيب اللي هي البريزيدون، بس برضو سعرها رفع قوي. دي اسمها قطايب البدر. خلاص، معجون جبنه مطبوخ. المهم انتي تشوفي تاريخ الانتاج والصلاحيه. ديت ب12.5. دي على ما اعتقد انها ربع كيلو. تمام. برضو نفس الفكرة، هفتح دي بس ومثلا لحد ما تخلص، او دي يعني، فاهمين قصدي؟ مش هفتح كله مع بعضه طبعا. خلاص، هو واحدة بتتفتح الكل بياكل منها، لما تخلص افتح غيرها. جبت كمان الليبتون ده. ده شاي ليبتون زي ما انتم شايفين. ب10 جنيه ونص. 10 ده تقريبا 100 جرام. جبت تاني. جبت جبنة بريزيدون دي ب9.5 اهي زي ما انتوا شايفين، قصدي لافاش كري دي ب9.5. تمام. ودي كانت ب6 جنيه، اللي هي الطعمة دي. جبت بقى بيكنج باودر الواحدة ب1.5 جنيه، وبرده الفانيليا الواحدة ب50 قرش، والخميرة الفورية بجنيه الواحدة. تمام. جبت كمان خلطة كفتة الحاتي دي ب5.5. قلت دي ان شاء الله ممكن يعني اعملها كده لرمضان. جبت كمان تونة. التونة دي بكام؟ ب12.5 اهو. تمام. دي بقى اللي هي الحار، ودي مفتتة عشان بحب اعملها سلطة، يا اما احطها على المكرونة. كنت ساعات بجيب اللي هي القطعة، هوريها لكم. دي عندي من قبل كده يعني، كنت ساعات بجيبها وببتدي ان انا افتتها خالص عشان احطها على المكرونه او على السلطه او الكلام ده كله. بس لقيت ان في النهايه هي يعني ما كده كده بفتتها، فقلت لا، دي تبقى على بعضها للي حابب ياكلها كده. تمام. لان دي تقريبا ب21.5 تقريبا. فقلت لا، طبعا في فرق في السعر، فقلت اجيب ايه اللي هي التونه دي بقى تحط على بيتزا، على الكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. جبت تاني ايه يا ربي، بسم الله. جبت السوداني ده بالشوكولاته. ده ب8 جنيه. معرفش قد ايه يعني، او كام جرام مش عارفه، تقريبا 100 يعني. المهم يعني ده ب8 جنيه، بس ده حلو قوي. افضل من السايب. في سايب عند اللي هو المقلة، بس ده افضل طبعا اكيد يعني. الحاجات المغلفه دايما افضل. جبت كمان جاردينيو كاتشب. طعمه حلو جدا زي هاينز بالظبط، ما فيهوش اي فرق خالص. ده ب10 جنيه اهو. حلو جدا، انا فتحته وجربته اول ما جيت على طول. خلاص. جبت كمان مكرونه فرحه. بصوا زي ما انتم شايفين كده، لونها اصفر وحلوه جدا. ال4 كانوا ب11.5. ده كان عرض مع بعضه. خلاص، فعجبتني برضو. جبت اللي هي الكوع الصغيره دي، وجبت كمان برضو كوع اهي، وجبت سباكيتي. جبت ايه تاني بقى؟ جبت اللي هي خلطة الدجاج دي، ال5 minutes دي ب8.5. انا بحطها على البقسماط زي ما انتوا عارفين، بتبقى حلوة جدا في البانيه والكلام ده كله. جبت كمان بني شاهين ب17 جنيه. ده محوج، ما لقيتش السادة. انا كنت عايزة سادة علشان اعمل بيه
التوليفه اللي انا كنت عملتها معاكم قبل كده. ايه ايه التوليفه دي؟ زي ما يكون مدمنين. مش عارفه ايه التوليفه دي. المهم يعني اللي هي التحويجه. ده بني اليمني اهو، ده اللي هو السوبر زي ما قلت لكم قبل كده، شديد جدا يعني الحبهان بتاعه والتحويجه بتاعته فعلا شديده قوي. ف قلت لا يعني باخد معلقتين 3 منه لانه قوي جدا، وبحطها على كيسه من كده، من ده اللي هي كيسه ال100 جرام اي نوع بقى. كان في بنات كتير قوي وبيجي لي كومنتات كل يوم على نوع البن اللي انا بستخدمه، لان انا كنت ساعات بعمل معاكم في الروتين او في تنظيفات او الكلام ده كله بعمل قهوه. بصوا انا بستخدم انواع شاهين، آل البيت حلوه جدا. بستخدم حاجات تانية بقى اللي هي بتتباع في اي بقى ايه محل بتاع قهوه او كده يعني. هنا في اللي عندي، يا اما بجيب الحاجات ديت شاهين، آل البيت، عبد المعبود، الحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها برضو حلوه. وانا كل ما بجيب نوع بن طبعا بطلعه في المشتريات وبقول لكم عليه. فده البن شاهين ده حلو جدا الحقيقه، بفضله برضو جدا، والساده بتاعه حلو جدا جدا على فكره. خلاص هشيل ده بقى. جبت تاني ايه يا ربي اهو، جبت الاندومي دي. ابني بقى مدمن اندومي، مش عارفه ايه اللي جرى، بقى بيحبها جدا. فجبت دي بتعمل فراخ ب2.5. بصوا بقى انا مصدومه من الدقيق. انا كنت جبت كيس اللي هو المهند ده اللي انا قلت لكم اخر مشترياتي، لسه باقي عندي منه الكيس، كان ب6 جنيه. رحت النهارده لقيته ب9.5، يعني 9.5 عرض بدل 11. فبصراحه كنت هشد في شعري يعني، مش عارفه في ايه، مش عارفه. فجبت ده فاتح وحلو قوي، ده كان ب8.5 اهو. فقلت كويس برضو يعني اجربه مفيش مشكله. جبت كمان بقى المكرونه اللي هما ال3 دول مع بعض، ده عرض يعني. دول كانوا ب11 جنيه، ب11 جنيه 3. اسمها هديه اهي، دي شعريه، وطبعا دول مكرونات اهو. جبت ايه تاني يا ربي؟ لحظه. جبت الزيت بتاع الذرة، برضو الزيوت دي رفعت جدا. جبت زيت الذرة ده بس مش فاكرة بكام، لانه ده كان من مكان تاني خالص غيرهم، مش فاكرة بصراحة. مش عارفة تقريبا، لا مش فاكرة بصراحة، مش هقدر افيدكم، لان انا جبته من مكان تاني كان برضو مع بعض حاجات، وكان الحساب كله على بعضه وما كانش فيه شيك او حاجة يعني او ريسيت اقرا منه، فبصراحة مش فاكرة كان بكام. دي كانت المشتريات بتاعتي النهارده. مش هقول لكم يعني، نفسي تكونوا استفدتوا من الفيديو على قد ما نفسي تكونوا عرفتوا الاسعار. وعايزه اقول لكم على حاجه مهمه قوي قوي، رمضان ان شاء الله داخل، يعني مش عايزين نروح بقى نجيب حاجات كتير كتير ونخزن في بيوتنا، لان ده بيخلي التجار يعني يبقى عندهم جشع اكتر، فيخلوا الحاجه تشح من السوق، فيغلوا السعر بتاع الحاجه. جيبي الحاجه اللي انت عايزاها واللي انت محتاجاها، لان انا كنت الحقيقه باجي ان انا اجيب الحاجه واخزنها عندي وتقعد فتره عقبال ما تخلص، تمام، واجي اروح اجيب بقى جديد، ما هو خلصت، الاقي الحاجه غليت. يعني طول ما انا مخزناها كانت بتبقى بنفس السعر، اول ما اروح اجيب جديد الاقيها غليت. يعني ابتديت ان انا اجيب احتياجاتي والتزاماتي بس. وزي ما انتم شايفين انا مش يعتبر جايبه حاجات فظيعه يعني، هو جبن للتلاجة، مكرونه، تونه، شاي، قهوه، يعني منظفات، تمام. بس كده. ده كان فيديو النهارده، بتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامه.